السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل بخير. اليوم جبت لكم هذه الوصفة اللي هي مقروض المقلة. مقروض المقلة راح نديروه يجي ما شاء الله في البنة وسهل في التحضير. راح نبداو على بركة الله. عندي هنا سميد موايا اي نوع تفضليه، انا استعملت هنايا سميد تاع ماما، وانتي اي نوع تفضليه ديريه. المهم درت ربع كيسان تاع سميد معمرين مليح، يعني الكاس هنا يكون بومبي. شوفوا كيفاش راني نعمر فيه حتى لدرجة انه يسيل. نزيد الكاس الرابع. درت مغرف فارينة ومغرف سكر ونص مغرف ملح، يعني مغرف صغيرة تاع الملح، والمغارف الاخرين بالطبع كبار. خلطت كاع النواشف مع بعض، نخلطهم مليح. ودروك نجيب نفس الكاس اللي عبرنا به السميد نعبروا به ليدام. درت المارغرين ذوبتها وخليتها بردت، ما ديريهاش وهي سخونه. درت كاس الا ربع مارغرين وزدت عمرته بالزيت. بعد ما فرغتهم كامل هنا راح نخلطهم مليح بيدي، ومن بعد نديرو في يدي ونبقى نبسس فيه مليح. يعني باش نضمن هذوك ليدام كامل يدخلوا فيه بهذا الشكل. شو نبقى نحك فيه على يدي هكذا. ومن بعد نجيب طبسي ونقسمه على زوج، يعني هذا السميد راح نقسمه على 2 باش نخدموه بشويه. ندير النص هنا ونخليه على جهه، نديرو على جهه. والنص هذا راح نجيب نص كاس ماء يكون عادي ونعمره بالماء زهر، يعني يعني كاس نصه ماء ونصه ماء زهر، ونبقى نرش فيه بهذا الشكل ونلموه بهذه الطريقه. هنايا العجين راح يجيك جاري بزاف، يعني هذا الخليط راح يجيك جاري بزاف لدرجه انه ما تقدريش تلميه وما تقدريش تكوريه، خاطش عليه راح نخلوه شويه من بعد راح ينشف، يعني راح يشرب وينشف. شوفوا كيف يجي. نخليه على جهه ونمر مباشره نحضروا التمر تاعنا ولا الغرس، يعني معجون التمر. التمر هنايا من الاحسن تشري هذا راهو يتباع عفوا، او يتباع بهذا الشكل. هنايا منقي وجاي شويه طري، ما يجيش يابس بزاف. ندير له مغرف زيت ومغرف ماء زهر، نخلطه بهذا الشكل، يعني ونبقى نعجن فيه حتى يرجع طري بزاف. كما تقدري ديري الاخر، انا نفضل هذا. نبقى نخلط فيه حتى اللي يولي يتشكل لنا كرات بهذا الشكل. هنا نشكلوا كرات، نجيب مغرف صغيره باش نعبر بها باش يجوني الكرات كيف كيف، ونشكلوا كرات صغار بهذا الشكل. هنايا ما نكبرش الكره بزاف، نكوروا كامل ونديروا على جهه. تقريبا كملت. نديرو على جهه ونروحو نجيبو العجين تاعنا. والعجين هنا شوفوا كيفاش شد روحو، يعني ما قعدش طري كيما كان. راح نشكلو كرات كبار، يكونوا كبار على الحبات هذوك تاع التمر، ونديرهم في طبسي. وهنايا اللي عندها الميزان تقدري توزنيهم به يجوك الحبات كيف كيف، من الاحسن. نكمل كامل العجين هذا، ونجيب هذاك التمر ونجيبو الطابع هذا الطابع راه يتباع في المحلات 10,000، يعني انا شريته 10,000. السومه تاعو هايله وفيه شحال من نوع، يعني فيه انواع مختلفه.
المهم راح الكره هذيك راح نضغط عليها بصباعي في الوسط بهذا الشكل، وندير هذيك حبه التمر، يعني ديك الكره تاع التمر عفوا، نديرها في الوسط ونكور، نغلق مليح على داك التمر، ومن بعد نرمدها غير شويه في الفرينه ونعاود نكورها. هنا على درتها في الفرينه باه ما تلصقليش فيها داك الطابع، وكما تقدري ديري ساشي. ومن بعد نخبط غير شويه على الطابله تخرج لنا الحبه بهذا الشكل. شوفوا الحبه شحال خرجت شابه. نعاود نشكل حبه اخرى، نغلق عليها مليح ونكورها، نرمدها غير شويه في الفرينه. شوفوا الشكل تاعها شحال جا شباب. هنا كديري لها الفرينه راح تخرج لك الحبه فم فم، يعني ما راحش تشدك، ما تخطيش بزاف بهذا الشكل. بعد ما نكمل راح نجيب الخليط الثاني، يعني الخليط الثاني اللي خليناه المره الاولى يعني تاع السميد، ونعاود ندير له الماء وما زهر بنفس الطريقه. راح نفرغه ونعاود نشمخه بنفس الطريقه. ثاني درت الماء ودرت المزهر وشمخته مليح، ونعاود نكورو كيما درنا المره الاولى. هنا دالي كيس معمر، يعني المره الاولى خلينا شويه بصح المره دالي كيس معمر تاع ماء. بعد ما نكورو ثاني نشكلو ونديرو في سني ونخليها لاجي، وراح نبدا نقلي السنيوه الاولى اللي درتها. هنا درت 2 سنيوات، السنيوه الاولى هي اللي راح نقليها. هنايا درت كميه تاع الزيت، يعني هنا الزيت لازم يكون مغطين هذوك الحبات. هنايا شعلت درت على الزيت، درت نار تكون قويه، يسخن لنا هذاك الزيت نقصو للنار، يعني راح نطيبوه على نار تكون متوسطه، ماشي ناقصه كاع، مي تكون متوسطه. ونديرو هذوك الحبات. شوفوا هنايا المقله الاولى ولا حبه تفتت، يعني هنا مضمون 100%. راح نقليهم، بعد ما يحمروا راح نقلعهم والحسيله تكون قدامي، يعني كي نقلعهم من الزيت راح نديرهم مباشره في الحسل. وهنايا بعد ما حمروا شوفوا قلعتهم ودرتهم في الحسل، ونخليهم يتشربوا مليح في ذاك الحسل. وراح ندير المقله الثانيه، يعني ندير الاخرين يطيبوا، ومن بعد راح ندور للسنيوه الاخرى. يعني هنا طيبت 2 سنيوات، وهادو اللي راهم في الحسل نخليهم حتى يطيب لنا هذيك اللي راهي في المقله، يعني حتى يطيبوا لنا هذوك اللي راهم في المقله باش عاد نقلع هذيك من الحسيله. هنايا طابت لي المقله الثانيه، يعني راح نقلع هذو ونديرهم يقطروا في الطبسي. يعني انا هنا ما راحش نديرهم في الكسكاس، راح نديرهم في الطبسي باش تقعد لي هذيك الحسيله من تحت بنحسو يجي معسل مليح. ونعسلهم ونكملهم، ومن بعد راح نديرهم في لي كيسات. يعني شوفوا كيفاه طابوا جاو ما شاء الله. وهنا الحموريه تاع المقروض تتحكمي فيها كيما تقدري تخليهم كلير على هكا، لكن الاختيار. بعد ما درتهم كامل في لي كيسات راح نزينهم بالكاوكاو، يكون محمص ومرحي، يكون خشين، راح نزين به في الوسط. والتزيين دائما نقول لكم يبقى اختياري. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتكتبوا لي في التعليقات تقولوا لي كيفاش خرجت معكم. نشكركم بزاف على المشاهده. راح نفتحوا حبه نشوفوا كيفاه جات من الداخل. نتمنى تدعموني، تشتركوا في القناه وما تنسونيش بلايك الفيديو باه يطلعوا الجميع يستفادوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.